مساء الخير جميعا. الأستاذ خالد بصراحة في كلمته ما سابش حاجة الواحد يقولها، لكن هي محاولة للاحتفالية النهاردة بضم ديوان شعر غنائي إلى مكتبة الشعر الغنائي في المكتبة العربية. ده يعتبر احتفالية، وخاصة مع ندرة هذا النوع من الكتابة الجيدة. وإن كان الديوان فيه في حدود 40 قصيدة، 40 قصيدة من الصعب أن أنت تتكلم عن كل حاجة فيه، ولكن قد حرت فعلا وأنا أقرأ متأملا ما بين ضفتي هذا الديوان من شعر غنائي أينعت وتفتحت في حديقته أنواع كثيرة من الزهور، وتباينت ألوانها وعبق رائحتها. حرت فعلا في كيفية تقديم دراسة متأنية تستخدم المنهج التحليلي، بحيث ألا تفقد هذه القصائد روحها من مشرق النقد على كل من مستويي الشكل والمضمون أو المبنى والمعنى، واستبطان جماليات وسلبيات هذا البيان الإبداعي الغنائي. وقد هداني الله أخيرا إلى البعد عن هذا المشرق النقدي، وإنما تقديم إضاءة على أعمال هذا الديوان الجدير بالقراءة والتلقي الشعري لهذه القوالب الإبداعية الغنائية التي مثلت إبداعات الشاعرة الغنائية منال أحمد محمد حسن. فهي شاعرة مرهفة الحس تمكنت من أدواتها بعد أن بدأت الكتابة في السن 16 من عمرها. وقد تتلمذت الشاعرة منال على أيدي مجموعة من أساتذتنا الشعراء بالأسكندرية، منهم أستاذنا الشاعر المرحوم أحمد السمرة، والمرحومين الشاعرين عبد المنعم الأنصاري ومحمد بنكاوي. وكان لي شرف الانتماء إلى هذه المدرسة الشعرية وهذا الجيل من الشعراء دارسا متلقيا، وخاصة على منضدة شيخنا المرحوم الشاعر أحمد السمرة، أنا والشاعر الكبير جابر بسيوني، شاعر الأستاذ عبد الله علي حسن، ومجموعة من لفيف الشعراء. عبد الله حسن توفاه. عبد الله فوتها. عبد الله حسن. الشاعرة الكريمة ما اكتفتش ان هي تستقي من هذه المدرسة الأدبية فقط، وإنما استقت خبرتها الأدبية والشعرية من تلقي ودراسة نصوص كبار شعراء الأغنية مثل مرسي جميل عزيز وحسين السيد محمد حمزة، بل وعشقت قراءة دواوين نزار قباني، ولما لا تعشقها، وهي وقضاياهما منال ونزار تجاه المرأة متقاربة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما كان لاحتكاكها الأدبي بحضور الندوات الشعرية ذو الاتجاهات الأدبية المختلفة بالأسكندرية أثروا في ثقل موهبتها، حيث قابلت شاعرتنا صديق الشعر الكبير محمود عبد الصمد زكريا، الذي كان له أثره العظيم في توجيهها الأدبي والغنائي وتقديم ديوانه الأول تباريد في مارس 2011. ولم تكن هذه الرعاية الأدبية في الإمكان لولا مؤازرة أسرة الشاعرة، وخاصة والديها وتشجيعهما لها في مشوارها الأدبي، وأيضا إلى زوجها الأستاذ أشرف شكري. وفي هذا الصدد لا يفوتني أن أنوه على علاقة الشاعرة بإذاعة وتلفزيون اسكندرية، حيث تم اعتمادها كمؤلف غنائي معتمد في مايو 2009 على يد لجنة النصوص التي كان يرأسها الشاعر الصديق إسماعيل الشيخة رئيس تلفزيون اسكندرية ورئيس لجنة النصوص أيضا. وقد شاركت شاعرتنا
في كثير من البرامج الإذاعية مبدعة بإلقاء قصائدها على الهواء، وكانت ضيفة أيضا ناقدة في مجموعة من البرامج مثل برنامج كلمات الزمن الجميل، وقد فازت باختيار أغلب المستمعين بإذاعة اسكندرية على أفضل شاعر غنائي سكندري عامي 2009 و2010 على التوالي، فضلا عن اجتيازها وفوزها بمجموعة من المسابقات الأدبية. ولا يفوتني أن أنوه عما لمسته فعلا من النشاط الأدبي المتميز والملموس لشاعرتنا مشاركة مع أخي الشاعر الإعلامي الكبير الأستاذ خالد الريدي في جماعة أصحاب الجنة بالحركة الأدبية باسكندرية. طبعا يعني هو المفترض عند التعرض لديوان من الشعر في مدارس كتير، مدرسة تقول لا يعني أنا أخذ بالي بس من الأعمال الشعرية لأن الكلمة هي واحدة بس هي اللي تمثل هذا العمل الشعري الإبداعي. ولكن أنا من أصحاب المدرسة اللي بتقول يعني ما يجبش ان احنا نفصل ما بين السيرة الذاتية والخاصة بالشاعر او الشاعرة او المبدع وما بين ما انتجه من ابداع. اما دورنا في الديوان يحوي على 40 قصيدة كما تفضل اخي الاستاذ الشاعر الاعلامي خالد الريدي، معظمها من الشعر الغنائي، وقد تنوعت فيها الموضوعات الادبية، ولكنها توحدت جميعا بسيولة وتدافق في نهر واحد هو الحب. هذه القيمة المتدفقة بين المرأة وعلاقتها بالرجل والابنة وعلاقتها بأمها والزوجة وعلاقتها بزوجها والإنسان بوطنه والعبد بالله سبحانه وتعالى. الحب هو العامل المشترك لكل ما في هذه الحياة، إنه السر الذي قطر فينا وفي جميع ما حولنا، فنسجنا نسيجا فريدا ليجمع المتناقضات في بوتقة واحدة لا يحدد لونا أبيض أو أسود، وإنما يذوبهما معا في لون رمادي مفعم بالتجريد الفني. فمن حيث الشكل نحن نعرف جميعا أن أي عمل إبداعي حتى نستطيع أن نتلمس جمالياته ففي شكل موضوع مضمون. فمن حيث الشكل فقد تناولت الشاعرة جميع موضوعاتها الشعرية في شكل قصائد غنائية تميزت بالموسيقى الشعرية التي تتسم بالجرس الموسيقي الداخلي الممثل في تفعيلاتها الغنائية السلسة بالكلمات وبالعبارات، متقافزة من قصيدة إلى أخرى ما بين كل من التفعيلات الخماسية السريعة، خاصة في بحر الخبب كما أتذكر في تفعيل التعلم كنت لاقيها في قصائد كتير جدا، من القصيدة الأولى في الديوان وهي قصيدة عندك فكرة. هذا من حيث الموسيقى الداخلية أو الجرس الموسيقي الداخلي. وقد لوحظ في معظم القصائد جرس موسيقي خارجي ممثلا في وجود الروي والقافية ممثلين لقمم الترنيم الموسيقي ذي الجرس الطروف. إذا أبدعت الشاعرة معظم قصائدها الغنائية على شكل العرجة بدلا من الكوبليهات الطويلة، وكما سأستعرض لاحقا بعض الأمثلة الشعرية من الديوان التي أظهرت لغة غنائية ليست بقاموسية وإنما نبعت من فؤاد الشاعرة مباشرة وبدون تكلف، مبدعة نسيجا وجدانيا يتراوح بين الدفء العاطفي أحيانا والصراخ الوجداني أحيانا أخرى. وقد تلاحظ اتساق البيئة اللفظية للقصائد مع نسيج كل من موضوع ومضمون القصائد. أحيانا في بعض الشعراء
يبصوا للقصائد الشعرية على أساس إن هي قصيدة، يقول لك مباشرة تمت عملية المحاكاة للواقع على طول فيها. ولكن ده أحيانا ممكن بنلاقي مجموعة من الدفقات الأخرى اللي ممكن تعوض مباشرة القصيدة. يعني قصيدة مباشرة ما فيهاش لهجات فنية، يعني خيال عالي مثلا، نبرة الخيال العالي، أو التشكيل يوصل بالتشكيل أيضا الخيال، أو الإعمال اللي هو ما يقولوا عليه التخيل، أو إعمال الخيال اللي هو التخيل، وده كان بيؤدي أحيانا إلى منطقة واهمة في القصيدة وليست منطقة رؤية شعرية تستبطن هذه الحقائق التي ينور عنها بالذات الداخلية إلى الآخرين وإلى المطلق. والمحسنات البدائية أفندم؟ والمحسنات البدائية والمحسنات، فهي شاعرة اعتمدت على التنويع. يعني في شاعر يقول لي لا ده الشاعرة دي شاعرة ذات قصيدة واحدة، فإنها كتبت في موضوع واحد وبأشكال مختلفة. لكن أقول له برضه في نفس الوقت احنا عندنا مجموعة من الوسائل الأدبية أو في المجتمع الأدبي بنقول، أو تكنيك أدبي بنقول فيه إن عندك أسلوب التنويع. يعني التنويع ده أسلوب ثري جدا، يمكن من قيمة واحدة وممكن من وجه واحد يبرز مجموعة من الإبداعات إلى نفس الشيء. ده بخصوص حتة المباشرة في الشعر. من حيث مضمون القصائد، وعلى فكرة احنا بنفرق ما بين مضمون قصيدة وما بين موضوع القصيدة. وموضوع القصيدة شيء يتعلق بدراميتها، دراما صراعية اللي بتبقى موجودة فيها، أما والخاصة بأفكارها. ولكن مضمون القصيدة هو ده التكنيك الفني اللي بيبقى موجود فيها واللي بيظهر جماليتها. فمن حيث مضمون القصيدة فنجد أن الحب كان محور موضوعات جميع هذه القصائد، ممثلا علاقة الشاعرة بالرجل، أو علاقتها بالوطن، أو علاقتها بالله سبحانه وتعالى. فبالنسبة للرجل ومن وجهة نظر الشاعرة وبنقد ونص أعمالها، كان لأثر تربيتها في مجتمع شرقي قد شعرت فيه باستخفاف كثير من الرجال للمرأة، وما تمخض عن ذلك من مشاعر ومن أحاسيس وأفكار متناقضة أدت بالشاعرة ودعتها إلى رفض حالات الظلم والخيانة والغدر واستضعاف الرجل للمرأة، بل ودفعتها في كثير من قصائدها لهجائه، مثل قصائد أنا هخدعك، أنا بكرهك، الاسم راجل، الرهان. فمن قصيدة أنا هخدعك نشوف تقول له أنا هبعدك، وفي كل لمسة وكل أمسة راح أكرهك. جاية النهاردة أكلمك في مقطع تاني، أجمل كلام راح أسمعك، وفي أحلى كدبة أمتعك، وقبل ما أمشي وودعك هضحك وأقول لك بعشقك. وفي قصيدتي أنا بكرهك بتقول له من كتر بحبك حبيبي أنا حاسة إني بكرهك. شوف هنا حب وكره. إذ نجد في قصيدتي أنا هخدعك وأنا بكرهك أن الحب والكراهية عند الشاعر وجهان لعملة واحدة. فالمعادل الموضوعي للحب هو الكراهية، أو الكراهية يمكن أن يكون معادلها للحب. وأيضا اتضح موقف الشاعرة في هجاء الرجل في قصيدة الاسم راجل. تقول له اختلفت الأسامي والطبع فيكو واحد، نفس القلب الأناني قاسي ومغرور وجاحد، ومفيش ولا حد فيكو إلا ويعرف يقايل. وأيضا في قصيدة أكتر من حقك بتقول له ليه تضحك على قلبي وقلبك، ليه تكذب وتقول لي بحبك، وعشان عوزت تحقق حلمك تخدع واحدة في يوم أمنت لك،
وفي مقطع آخر من نفس القصيدة كانت تقول: كان لحظة عمري إني طوعتك، وفي كذبك كله إن أنا صدقتك، وأخيرا دلوقتي عرفتك وهقول لك إيه الله يسامحك، اديتك أكتر من حقك. ولكن سرعان ما استشعرت الشاعرة أن تعقد الهدنة مع الرجل في قصائد مثل: عندك فكرة؟ أنا حبيت، أتحداك، سيبك منهم. ففي قصيدة عندك فكرة قالت الشاعرة: عندك فكرة إن الليلة بعدك عني تساوي سنين؟ عندك فكرة بإنك ليا نبض القلب ونور العين؟ عندك فكرة بإنك يوم ما بتقسى عليا بيرجعني لحبك تاني ألف حنين؟ عندك فكرة بإنك لولا وجودك جنبي كنت زماني من التايهين؟ صراحة الأمثلة كتيرة. فقصيدة عندك فكرة، بص البيت ده بيقول لك ايه: عندك فكرة ان الليلة بعدك عني تساوي سنين؟ خد الوحدة الزمنية الليلة تحوي، على فكرة الليلة ديت عندها اتقالت بالنسبة للقاموس اللغوي، عندها اتقالت أكتر من مرة، اتقالت أكتر من مرة في أكتر من قصيدة. طب كانت الليلة بالنسبة للشاعرة دي بتمثل ايه؟ هو الليل بيمثل ايه؟ عادة في الدلالات الشعرية حياة كاملة يا أستاذ أحمد بالنسبة لي. هي حياة بس بالنسبة للسعادة، ولا بالنسبة للألم والعذاب والشوق والهجر والعذاب اللي ممكن بيتعرض لده؟ إذ يلاحظ أن الوحدة الزمنية للشاعرة الليلة إنما تحوي ضمنا معاناة الأشواق والوحدة والصوت والعذاب بآلام الهجر، ويظهر أيضا ذلك في قصيدة اتفاق. أنت كررت قصيدة اتفاق. كانت سنيني معك طويلة، كل ليلة بألف ليلة. ويلاحظ أن الشاعرة كان للشاعرة بعض القصائد ذو اللحظات الإبداعية، ذو اللحظات الإبداعية الخاصة. فأحيانا قد يأتي الحب ليداعب شخص ما، أحيانا يأتي الحب ليداعب شخص ما وهو في حالة اجتماعية ما. شوف هنا الموقف ايه. فعندما يأتي الحب ليداعبها بعد تجربتها العميقة مع الرجل فإنها لا تريد تفعيله، مش عايزين نفعل الحب. كما في قصيدة ما كانش لازم، بتقول ايه؟ ما كانش لازم تقول بحبك، ما كانش لازم أصدقك. بعديها بمقطع: أنا غصب عني هبعدك، مش عايزة جرحي يوجعك، ما كانش لازم. نلاحظ أيضا مدى دقة التوظيف مع سلامة وبساطة التعبير كما في قصيدة هنت عليه. كنت بتقولي أولها يا أستاذة؟ لما العشرة الحلوة تكون. لا مش عارف إيه، وساب قلبي بيوجعني. فاتني وساب قلبي بيوجعني. بص بقى التوظيفات الصغيرة دي، يعني في طبعا من التعبيرات اللي هو تلاقي لها إشعاع خاص، كلمة بسيطة قوي. لما تيجي تقول مثلا ايه: كانت لنا مثلا، شوف كلمتين يا بيه الله يبارك فيك يا بيه. لكن ممكن تلاقي ايه في تعبيرات شعريه بيبقى لها وقع خاص ولها اشعاع وبتطلع معاني ضمنيه. لما كان لنا صاحب ومات، كان لنا صاحب، حته كان لنا دهيت ومات دهيت، والحدث الثاني اللي بيجي ليه يحمل ما بين ضفتها هذه الاحداث، بيحمل مجموعه او بيحمل احداث ضمنيه اخرى وحياه اخرى يمكن ان تستشعرها. كل واحد على قد ثقافته، كل واحد على قد مدى قدره التعاطف بتاعته مع الكلمه او مع الاخرين.
فهنا دقة الألفاظ اللي احنا بنقول عليها هنا، أو بعض الألفاظ اللي لما تيجي تقول ايه فاتني وساب قلبي بيوجعني. القلب لما يوجع، وهي لفظة عامية وبسيطة واجتماعية بسيطة، فكان توظيف الكلمة بيوجعني توظيفا موفقا. وفي قصيدة روح بداد لم تنفك الشاعر عن عدم الاهتمام بالآخرين في علاقتها مع حبيبتها، مع حبيبها. قالت له ايه بقى في القصيدة؟ سيبك منهم. وده بيفكرني بالمحبين عند لما بيجوا بيدخلوا العزال او العوازل. العوازل. ايوه، سيبك منهم وانسى كلامهم، وكفايه ان بدوب في هواك. مهما يحاولوا يفرقوا بينا مش ممكن قلبي هينساك. مهما يقولوا عليك وعليا قلبي هيفضل يتمناك. وقد تطابقت عند الشاعرة حالتي القرب والبعد او الهجر والوصال، وذوبان اللونين الابيض والاسود. يا جماعه حته ذوبان اللون الابيض والاسود ده انا مش بقولها والله كده، لان احنا معظمنا هنا مبدعين، والمبدع عمره ابدا حته عمليه محاكاه الواقع بتبقى قليله عنده، وبيحاول يطلع بره ده او بره ده، لدرجه ان هو فعلا اللون الابيض والاسود بيبتدوا بيكونوا بعد جديد خالص، هو اللون الرمادي. هذا اللون اللي بنفقد عنده القدره على الاتزان مع الاحداث الواقعيه، فتجد نفسك في حدث تجريدي. ده بقى ايه المنطقه التجريديه لما بنيجي ايه بندخل. بس في بيدخل التجريد، المنطقه التجريديه دي في اللي بيدخلها بالايهام، يقعد يتداعى مع الافكار ويتداعى مع الاحلام، والحلم يجيب حلم والحلم يجيب حلم، ايهام، شغل كوابيس. وفي اللي بيتداعى مع هذه المنطقه من خلال الرؤيه الشعريه، استجلاء بقى الروح الصافيه دي وتطلع مكنوناتها الجميله في هذا العالم الصوفي الخاص لصوفيه بقى الفن. ان الواحد يطلع من خلال رؤيه شعريه، تملي هذه الرؤيه. وده على فكره انا واحد زي حالاتي هو اللي وقفني عن الكتابه لفتره وخلاني مقل جدا. يعني والشعراء يتبعون وغاوون الم ترى انهم في كل واد يهيمون يقولون ما لا يفعلون الا. وفي الاستثناء هنا. فهي المنطقه منطقه الابداع بالطبع الشعريه بتبقى منطقه عاليه جدا، وخاصه في منطقه الرؤيه الشعريه، وليست في منطقه الايهام الشعري او التخيل او ما يقال عنه التخيل. ومثلا وقد تطابق عند الشاعرة حالتي القرب والبعد، تناقض الهجر والوصال، وذوبان اللونين الابيض والاسود في لون الرمادي مثل هذا الشعور التجريدي عند الشاعرة، ويعلن استمرار الحب وتأججه فعلا كما في قصيدة مش قادر انساك. ما تقول لي ايه اخرتها معاك؟ انا مهما ببعد مش بنساك، حتى وانت بعيد عليا عارفه اني تملي معاك. لم تنسى الشاعره التنويه عن علاقه الحب بين الزوجين في قصيده يوميات زوجة. دخل الملل حياتنا ونسينا ذكرياتنا، وكان كل اللي فاتنا بالوهم احنا ارتضينا. وفي مقطع تاني بتقول فيه تعالى وبص ليا وبقلبك ضمني، ان راح كل اللي بينا يبقى خلاص انتهينا. على فكرة معظم الناس المتزوجين يمكن بيحسوا بهذه اللحظات بشكل عميق. ولقد كان لقلب المرأة لدى الشاعرة شجاعة ذو كرامة وكبرياء، يتحلى بعزة النفس حتى يمكن أن يحمي كيانه ضد امتلاكية هذا الحبيب أو ما تسمى امتلاكية الرجل. ففي قصيدة ليه يا قلبي انت مالك، بتقول لقلبها انت مالك، فين شجاعتك، كبريائك، فين كرامتك اللي انا عارفاها عنك، انت مالك، فين كرامتك. هو مش عايز هو مش عايز مشاعر،
هو عايزك تبقى منهم. ايوه كملي بقى. الطريق ده يا قلبي واعر مهما كنت في يوم عشان. الله. وفي قصيدة إلى الحبيبة تدفقت عاطفة شاعرة تجاه والدتها التي لم تكن فقط هي الماضي لها اللي ربتها ولا الحاضر وإنما المستقبل أيضا. فبتقول له أمها إيه؟ مهما كبرت هعيش طول عمري فاكرة حنانك حبك ليا، مهما الدنيا ضايق فيا والله طريقي هيعصى عليا، نظرة عينك بتريحني، ضمة حضنك بتطمني على كل الايام اللي الجايه. وكأن البعد مش عملية التربية في الماضي ولا الحاضر، ولكن ايضا له الاثار المستقبلية. ومن قصائد الشعر الوطني فقد شارك، كما قال صديق الشاعر الاعلامي الكبير الاستاذ خالد الريدي، قد شاركت الشاعرة في ديوانها بمجموعة من القصائد منها يا مصر قومي واه يا بلد والاذان والجرس، وتكلم فيهم بصراحة اخي الشاعر خالد الريدي بما فيه الكفاية. انا مش عايز اطول عشان عايزين نسمع الشاعرة بصوتها ومش عايزين نتمتع، ولكن هي في حتة صغيرة كده انا كنت عايز اتكلم عليها، وخاصة لو كنا اتكلمنا في بعجالة عن منطقة التشكيل، عن منطقة الشكل في الشعر او شكل القصيدة عندها، او عن منطقة مجموعة من المضامين التي تدور او الموضوعات التي تدور حواليها القصائد الشعر عندها. ولكن الاحظ ان هي كانت لها في بعض القصائد الشعرية مجموعة من الدلالات كانت تتكرر دائما. يعني مثلا الشاعرة في قصائد كتير من غير ما نسميها لمسة الايد او نظرة العين، لما كانت تستخدمها نظرة العين بالنسبة لها كانت حنان، كانت دلالتها الحنان. لمسة الايد كانت لها دلالة اخرى. نظرة العين كانت تعبر عن حنان. الليلة اللي احنا قلنا فيها كانت بتعبر عن آلام الهاجر. لمسة الايد كانت بتعبر عن الامان، الامان خاصة الامان عند الرجل. واحنا نعرف ان اكثر شيء مؤثر او تتأثر به المرأة تجاه الرجل هذه المنطقة اللي هي منطقة الايه؟ الامن والامان. بصراحة التشكيل والخيال عند الشاعرة ما كانش فائع، يعني ما كانش تشكيل. وبعد ده احنا ممكن نقول ايه؟ ان الاغنية احيانا بتستدعي الكلمة المباشرة والموسيقى الرنانة اللي ممكن تؤثر على جميع المستويات الثقافية للمتلقين. فهي مش عايزة الخيال الذي يتواجد في القصيدة الفصحى او يتواجد في الشعر العامية الموغل في هذا اللون القاتم للخيال والمتشابك المعقد. فمن الناحية ديت الخيال لم يكن معقدا، وانما كان الخيال كان بيتدفق من سيولة هذه التعبيرات البسيطة للقصيدة. لكن في قصيدة بصراحة اسمها وردة عندها، يا ريت نبقى نسمعها من ضمن مجموعة القصائد. حتى الشاعرة منال لما قلت لها اكتبي لي كده مناسبة كده مجموعة كده من القصايد، كتبت عن كل حاجة لكن ما كتبتش عني. القصيدة دي لو بصينا لها بحكم جماعة اللي هم شعراء الفصحى هنلاحظ، وايضا شعر العامية نلاحظ ان ديت لها عالم خاص يسموه العالم الرمزي. كلنا نعرف الكلام ده، عالم خيالي استخدمت فيه الشاعرة. احنا بنقول دلالة لكن انا بقولها هي الرمز، لان لو اتشال الرمز ده من القصيدة اللي هو الوردة كل القصيدة هتقع، لان هو يعتبر هو المحور التشكيل للقصيدة ككل. ارجو ان الشاعرة تبقى، احنا مش هنحلل في ده، هو ممكن ده يبقى يفرض له يعني ندوات بقى لعملية بقى النقد وعلى العمليات التحليلية اللي هي الخاصة بيه. فأرجو إن الشاعرة تبقى تسمعنا من ضمن اللي هي هتسمعنا واللي هيقدمها بيه الأستاذ الشاعر خالد الريدي
قصيدة وردة من ضمن القصائد، وهنشوف مدى تطابق الخيال مع انها حطت مفاتيح. يعني هي عامة بتبقى الأعمال الإبداعية الرمزية بتبقى أعمال إبداعية بيتواجد فيها الرمز من خلال نسق حلمي أو نسق تشكيلي أو خيالي عالي، ولكن ما بيتحطش المفاتيح بتاعتها. هي حطت المفتاح وحطت المشابهة ما بينها وما بين الوردة وفتحت القصيدة، يعني بنت القصيدة كلها في آخر الإيه؟ في آخر العمل بتاعها. أنا بصراحة مش عايز أزود عن كده، فإنني يعني بحاول أقتضب بقدر المستطاع حتى نستطيع أن نسمع من الشاعرة ما بين ضفتي ديوان. شكرا لكم. طبعا شكرا لشاعرنا القدير والجميل والصديق العزيز الاستاذ احمد شاهر، واعتقد ان هي دراسه شامله ويعني غطت كل جوانب هذا